السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وحضراتكم طيبين، سنة سعيدة علينا جميعًا إن شاء الله. هنعمل مع بعض روتين خفيف جدًا وسهل وسريع وبسيط أوي، بس إن شاء الله هيعجبكم. أهم حاجة بقى لمّا يعجبكم كده إن شاء الله ما تنسوش بقى اللايك، وطبعًا اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وكومنت حلو عشان أعرف إن وصفاتي بتعجبكم، وطبعًا شجعوا بقى القناة علشان تكبر بيكم طبعًا. أول حاجة كده أنا جهّزت الفطار بتاعي، حاجة كده سهلة وسريعة وخلّصتها على طول، علشان بقى نبتدي إن إحنا يعني نشطّب المطبخ ونجهّز بقى الغدا بتاعنا، وهنعمل حاجة حلوة كده سريعة وسهلة خالص، بس طعمها حلو جدًا. هنبتدي على طول. دي معايا فرخة أنا غسلتها ونقعتها، عملت فيها فتحات كده وهابتدي إن أنا أعمل ليها التتبيلة. معايا طماطماية صغيرة، بصلة صغيرة، برضه قرن فلفل صغير. هابتدي إن أنا طبعًا أفرمهم في الكبة، ممكن تفرميهم في الخلاط يعني. هاعمل عصرة ليمونة كاملة مش نُص. وهابتدي بعد كده أنزّل عليهم معلقة كبيرة من الزبادي أو معلقتين يعني، اللي هي علبة صغيرة يعني من الزبادي. وكمان معلقة صغيرة كده من الخل، وهابتدي إن أنا أضرب المكونات دي كده لحد ما تتفرم كويس جدًا. بعد ما بتتفرم بقى كويس جدًا كده، هابتدي إن أنا أفضّيها كده في بولة، وهابتدي إن أنا أنزّل التوابل اللي أنا بقى هاحطها عليها. هاحط بقى توابل إيه، بُصّوا التوابل اللي أنتم حابينها، أي توابل متوفرة عندكم، ممكن ملح وفلفل بس، يعني الحاجة المتوفرة عندنا أو الحاجة اللي إحنا بنحبها ضيفوها. هاضيف ملح، وبعدين هاضيف فلفل أسمر وكمون. هاضيف كاتشب لو عندِك ضيفي، بيدّيها برضه طعم حلو أوي. هنا ضِفت فلفل أسمر، هاضيف كمون كمان، هاضيف بهارات لحمة أو بهارات فراخ أو بهارات السبعة، الحاجة المتوفرة عندكم. هاضيف بابريكا، أي حاجة أي بهارات متوفرة عندنا استخدموها. يعني الحاجة اللي أنتم حابينها. هاضيف كمان كركم، وممكن تضيفي كاري، زنجبيل، كل البهارات اللي عندِك ضيفيها، يعني هتدّي طعم حلو في وصفة الفراخ، أو في تتبيلة يعني الفراخ. كمان هاضيف معلقة كده كبيرة من العسل، بتدّيها برضه طعم حلو جدًا وبتدّي طراوة للفراخ في الشوي رهيبة يعني. فجرّبوها. مش متوفرة عندكم ممكن تضيفوا كده معلقة سكر، برضه هتدّيها طعم حلو جدًا، وكمان هتساعد إن الفراخ تستوي بسرعة. ضِفت هنا معلقة كده كبيرة من الكاتشب، ودي اختياري طبعًا، ممكن تستغني عنها خالص، يعني مش تضيفيها. هاقلّب بقى المكونات دي كده مع بعضها، وبعدين هانزّل معلقة العسل اللي قُلت لحضراتكم عليها، وبعدين هابتدي إن أنا أنزّل فيها الفرخة، وبعدين أقلّبها بقى كويس جدًا، جدًا كده، لحد ما كل قطعة في الفراخ تتبّل كويس بالتتبيلة. وطبعًا أنا فاتحاها بقى، عاملة فيها يعني فتحات علشان التتبيلة تدخل جواها. ضِفت كمان معلقتين من زيت الزيتون أو أي زيت متوفر عندكم، ضيفوه. لو حابين كمان أنتم تستغنوا عن أي مادة دهنية استغنوا خالص، مش هتفرق يعني، كده الفراخ بتنزّل دهون وهي يعني بتستوي. نزّلت معلقة العسل، وبعدين هابتدي إن أنا أنزّل بقى فيها الفراخ وأتبّلها بقى كويس أوي وأسيبها بقى في التتبيلة. أنا سِبتها حوالي 5 ساعات. أنتم عايزين تسيبوها وقت أكتر براحتكم، أهم حاجة ما تقلّش عن ساعتين علشان بس الفراخ تبتدي إن هي تشرب كده من التتبيلة. يعني إحنا ممكن نعملها من بالليل، وبعدين نشويها تاني يوم. ما كنتش هنا عملت فتحات جوّه الفرخة، فابتديت إن أنا أعمل بس بالسكينة كده فتحات علشان برضه التتبيلة تدخل جوّه الفراخ. فابتدي إن أنا يعني أحط كده التتبيلة كويس جوّه الفراخ علشان كلّها تشرب من التتبيلة دي، وهاركنها بقى على جنب. وبعدين هابتدي إن أنا بقى أشطّب معاكم المطبخ. بُصّوا أنا في اليوم دوّة سِبت بقى المواعين بتاعتي وما عملتش أي حاجة بالليل ونمت. فقُلت بقى إيه خلاص هنعمل بقى الروتين كده مع بعض، وإحنا بنعمل الغدا. أنا أول أصلًا ما صحيت من النوم يعني عملت هو الساندوتش ده، وابتديت على طول في الغدا. نصلّي بقى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونسمّي الله، وطبعًا نذكر ربنا طول ما إحنا
بنعمل أي حاجة نبتدي إن إحنا نذكر ربنا كده. طبعًا إحنا بنفكّر بعض، أنا أفكّركم وكمان أنتم برضه تفكّروني، فإحنا نذكر ربنا كده. والمواعين دي مش هتاخد مننا أي وقت خالص، طبعًا مواعين اللي هي كانت موجودة بالليل، وكمان اللي هو اللي فطرت بيها أنا والأولاد. فابتديت إن أنا بقى أشطّبها كده معاكم. يعني مش هتاخد مننا وقت خالص. طبعًا إحنا ما نركنش حاجة، يعني ما تغلطوش غلطتي دي وتسيبوها كده للصبح، لأ، إحنا نشطّب بقى مطبخنا من بالليل. كل ما نشطّب مطبخنا من بالليل كل ما نصحى فايقين، مش ورانا حاجة. كمان هندخل مطبخ كده ونفسنا مفتوحة. إنما طول ما مكركب أو في حاجة تلاقوا نفسنا متضايقين، مش حابين أصلًا إن إحنا نعمله. يعني حتى لو إحنا مستعدين إن إحنا نعمله هتلاقي نفسِك مش حابة. فأنتِ أمّا تشطّبي مواعينِك أول بأول هتبتدي إن أنتِ مثلًا تعملي في حاجة تانية، إن أنتِ مثلًا تروّقي، دولاب مثلًا عندِك مش متنضّف تبتدي إن أنتِ تنضّفيه، تلاجتِك مش نضيفة تبتدي تغسليها، عايزة تتمسح تمسحيها. فالمواعين نفسها أمّا بتتكركب كده في المطبخ بتخلّيكِ كسلانة جدًا وتخلّيكِ مش عايزة تعملي أي حاجة خالص. فإن أنتِ تخلّصي حاجتِك كده أول بأول، هتلاقي نفسِك يعني نِفسِك كده مفتوحة إن أنتِ تقومي تعملي حاجة حلوة للأولاد. إن أنتِ مثلًا تقولي لأ هانضّف النهارده الدولاب دوّة أعيد ترتيبه تاني. فتلاقي نفسِك مثلًا بتعملي أي هواية أنتِ حاباها، أو تقعدي مثلًا أو تقري قرآن. يعني بُصّوا هتلاقي نفسِك في وقت كتير فاضي ليكِ بالنسبة للمواعين دي. فأنا من الناس أصلًا اللي ما باحبهاش، ما باحبش أصلًا المواعين، فبابقى عاملاها وأنا كده متغصبة، ما باحبش أشوفها أصلًا. يعني كل ما نلاقي بقى حاجة زي دي نبتدي إن إحنا إيه، نغسلها. طبعًا كنت قُلت لحضراتكم قبل كده على شوية نصايح، وقُلت لكم إزاي نحط الخضرة في المحشي، وكمان إزاي نقشر التوم. نكمّل بقى شوية كده نصايح هتفيدنا جدًا في المطبخ، هاقولها لكم. كل مرة كده إن شاء الله لمّا يكون عندنا وقت في الفيديو هابتدي إن أنا أقول لكم على كام كده نصيحة هتفيدنا جدًا. بُصّوا وإحنا بندمس الفول أنا عملته معاكم كذا مرّة، وطريقته والله كانت هايلة وأحسن كمان من اللي بنشتريها من المحلات. وأنتِ بتدمسي كده الفول جرّبي تحطّي شوية بابريكا، بتدّيها لون أحمر حلو أوي. كمان أنا يعني بعد ما الفول بيستوي بابتدي إن أنا أضيف معلقة دقيق ومعلقة صلصة، باربط بيهم كده الفول يعني، بيبتدي إن هو يتقل معايا. وكمان الصلصة بتخلّي لون الفول أحمر زي اللي بنشتريه من برّه، يعني بيكون طعمه هايل. آمم النهارده بقى خلاص يعني الفراخ ابتدت إن هي إيه، اتبّلت يعني معايا وهابتدي بقى إن أنا أدخّلها إيه، الفرن. هاعملها كده في صينية وهابتدي إن أنا أعدلها كده وهانزّل عليها كل التتبيلة. التتبيلة بقى أنزّلها كده كلّها وبعدين هاغطّيها بورق فويل كده وأدخّلها الفرن على درجة حرارة 200، يعني أعلى درجة كده عندنا أول نُص ساعة وبعدين نوطّي عليها تستوي كده براحتها. هي مش هتاخد وقت خالص، الفرخة دي كانت 1100 جرام، فما خدتش وقت خالص. نزّلت كده معلقة زيت على الوش وبعدين قفلت الورق الفويل ده ودخّلتها بقى الفرن، ما خدتش معايا حوالي ساعة إلا ربع وكانت استوت. هابتدي بعد كده إن أنا أجهّز معاكم الرز. هنجهّز بقى شوية كده رز بسمتي حلو جدًا وطعمه هايل. مش متوفر عندكم رز البسمتي نعمل مكرونة بالصلصة، شوية رز أبيض، أي حاجة نعملها عادي خالص. ممكن كمان نجهّز شوية خضار كده، يعني مثلًا فاصوليا، بسلة، أي حاجة ونعملهم يعني جنب الفرخة. هانزّل كده في الحلة معلقتين من الزيت ومعلقة من الزبدة وهانزّل عليها بصلة مبشورة بشر ناعم. هابتدي إن أنا يعني مش هادّيها لون، أنا بس هاخلّيها إن هي تدبل كده شوية. بعدين هابتدي يعني بعد ما بتدبل كده هابتدي إن أنا أنزّل عليها البهارات الصحيحة، يعني زي ورق لوري ما كانش متوفر عندي، فاستغنيت عنه. حطيت حبّهان، حطيت لومي، وحطيت قرنفل كده كام واحدة من القرنفل، وحطيت كمان قرفة، يعني عود كده من القرفة. وبعدين هابتدي بس إن أنا أقلِّب شوية لحد ما ريحة البهارات دي تطلع معايا. هابتدي إن أنا أنزّل بقى معايا كركم، بُصّوا ربع معلقة من كل حاجة، ربع معلقة من الكركم، ربع معلقة من الزنجبيل. هابتدي إن أنا كمان أضيف فلفل أسمر، وهاحط شوية من الكاري برضه.
حاجة كده بسيطة. وكمان هاقلّب بس تقليبة وهابتدي إن أنا أنزّل جزرة كده مبشورة، الجزرة دي هتدّي طعم ولون حلو جدًا، جدًا للرز. هاقلّب بقى الجزر كده برضه لمدة دقيقة، وبعدين هاكون يعني هاضيف مكعب من مرقة الدجاج، ولو أنتِ عندِك شوربة ضيفيها هتدّي طعم للرز حلو جدًا، بس أنا ضِفت هنا مَيّة. هاضيف كمان فَص من التوم هاقسمه بس نُصّين كده وهاضيفه، ممكن إن أنتِ تهرسيه كده وتبتدي إن أنتِ تحطيه، يعني تفرميه وتحطيه مع البصل، بس أنا هنا حبيت إن أنا أضيفه نُصّين علشان بعد كده إن أنا أشيله. هاقلّب كده لمدة دقيقة بس ريحة التوم تطلع، وبعدين هابتدي إن أنا أنزّل كوباية من الرز البسمتي مغسول ومنقوع وغاسلاه كويس يعني، وبعدين هابتدي إن أنا أضيفه، صفّيته حلو أوي، بعدين ضِفته كده على الرز، هابتدي إن أنا أشوّحه لمدة يعني دقيقتين 3 كده، وبعدين هابتدي إن أنا أنزّل عليه مَيّة، ضِفت هنا مَيّة مغلية علشان بس تساعد إن الرز يغلي كده بسرعة، إنّما عادي أنا باضيف مَيّة مَيّة عادية خالص، مش كل مرّة باضيف مَيّة مغلية. هانزّل الملح، وبعدين هانزّل بقى عليه المَيّة، كوباية الرز البسمتي لو مش منقوع هننزّل عليها كوبايتين من المَيّة. طب لأ أنا نقعته هنا قلّلت ربع كوباية من المَيّة، يبقى كوباية الرز البسمتي لو منقوع ضِفت له كوبايتين إلا ربع من المَيّة، دي المقدار المناسب وبيطلع معايا هايل، يعني بيطلع معايا حلو جدًا، مش هيطلع معاكِ معجِّن ولا أي حاجة خالص. وطبعًا لو أنتِ خايفة إن الرز يبوظ منِّك ما تنقعيهوش خالص، يعني ما تنقعيش الرز خالص وضيفي على كوباية الرز كوبايتين من المَيّة. خلاص كده الرز أنا مش هاغطّيه لحد ما يبتدي إن هو يغلي كده والرز زي ما أنتم شايفين بدأ إن هو يبان، بعد كده أغطّيه وأوطّي عليه على أهدى نار خالص وأسيبه بقى لحد ما يستوي. هاجهّز طحينة، معايا هنا طحينة وهابتدي إن أنا أخفّفها بمَيّة، هانزّل عليها مَيّة، أنا باحب إن أنا أنزّل مَيّة كده دافية، ما انزّلش مَيّة من الحنفية، المَيّة الدافية بتخلّي إن الطحينة ما يبقاش فيها أي تكتُّلات خالص، وكمان بتساعدها إن هي يعني تطرى كده بسرعة، يعني توصل للقوام اللي إحنا عايزينه. هانزّل كمان شوية كده من المَيّة، وبعدين هابتدي إن أنا أعصُر كده ليمونة وهاضيف شوية خَل، هاضيف بقى بهارات أنا ما باحبش إن أنا أضيف إلا ملح وشوية من الكمون، وباضيف كمان فَص كده من التوم المفروم، دي الحاجات اللي أنا باضيفها على الطحينة وبتبقى هايلة جدًا وطعمها يعني حلو أوي. ضِفت هنا معلقة من الزبادي، لو مش متوفّرة عندِك مش تضيفيها، بس أنا كانت موجودة يعني في العلبة كده، فقُلت عشان إيه ما ارميهاش أو ما حدش هياكلها يعني، فقُلت إيه نشوف لها أي استخدام. هنا هافرُم فَص كده من التوم، بُصّوا يعني قطّعته لقطع صغيّرة جدًا، جدًا، وبعدين ضفتها على الطحينة. الزبادي على فكرة بيخلّي طعم الطحينة حلو وأوي، وكمان بيخلّيها لونها فاتح جدًا. فممكن برضه إن إحنا نستغنى عنها عادي. ضِفت كده عصير نُص ليمونة، هاقلّبها كده، وهاضيف كمان سِنّة كده بسيطة من الخل، وهاضيف يعني حاجة كده على طرف المعلقة من الكمون، طبعًا ما ازوّدش ملح، الملح يبقى بسيط خالص علشان ما تحدّقهاش معايا. بعد كده خلاص كده الطحينة هتكون جاهزة معايا، هابتدي إن أنا أفضّيها بقى في الطبق اللي أنا إيه، هاقدّم فيه. دي هنا سِنّة الخل بُصّوا حاجة بسيطة خالص، يعني حاجة يعني ربع كده معلقة من الخل، ما كتّرش طبعًا. إحنا ضِفنا هنا ليمون، وضِفنا كمون وملح، وكمان سِنّة بسيطة كده من الخل، وضِفت زبادي وطحينة وخفّفناهم بمَيّة. بُصّوا ده القوام اللي أنا عايزاه، لو أنتِ حابة إن القوام يبقى خفيف خفّفي، يعني ضيفي كمان مَيّة هتبتدي يعني إن هي تخِف أكتر من كده. بس ده القوام اللي أنا بصراحة باحبه، يعني ما باحبهوش يبقى يعني تخين أوي أو تقيل أوي، أو خفيف كمان، يعني باحب القوام الوسط ده. هابتدي كمان إن أنا أضيف كده يعني رشة كده من الزيت، يعني نُص معلقة كده بسيطة في كل طبق، بتدّيها لمعة وبتدّيها برضه طعم. وخلاص كده الرز بُصّوا استوى معايا، عملت كمان شوية سلطة والفرخة كمان استوت، بُصّوا لونها تحفة ورهيب جدًا، التتبيلة كانت مخلية ريحة فظيعة، الفراخ كانت ريحتها حلوة، والفراخ كانت مستوية ودايبة جدًا، كلوا بقى الطحينة مع شوية كده من الرز، هايلة وطعمها حلو أوي، جربوها إن شاء الله تعجبكم، وكمان قولوا لي رأيكم لو انتوا بتحبوا أي النوع ده يعني من الروتينات. بصوا هنا الفراخ مش عارفة أصلًا أقطعها عشان كانت لسه سخنة أوي، لسه مطلعاها من الفرن، وبصوا لحمتها بيضة من جوه ازاي ومستوية جدًا، يعني حتى الصدر بتاعها مستوي جدًا. بعد كده بقى هنبتدي إن إحنا نجهّز حلو بقى، يعني
نكمل بقى اليوم. هابتدي إن أنا أعمل كيكة كده سهلة جدًا طعمها حلو أوي. آمم معايا كده كوباية من السكر. أول حاجة هاضيف 3 بيضات، هاضيف عليهم كمان معلقة كده صغيرة من الفانيليا، وكمان كوباية من السكر. هاضيف كمان كوباية إلا ربع من الحليب، وباضيف نص كوباية من الزيت، وبافضل أضرب فيهم في الخلاط يعني لمدة 4 دقايق لحد ما كل المكونات دي تختلط كده ببعضها وما يبقاش أي وجود للسكر خالص، يعني يكون السكر دايب تمامًا. هاضربها بقى كويس أوي، بعدين بافضيها كده في بولة. هابتدي بعد كده أجهز الخليط الجاف. الخليط الجاف معايا كوباية ونص من الدقيق. أهم حاجة في نجاح الكيكة إن احنا ننخل الدقيق، لازم أنخل الدقيق كويس جدا. وبعدين هبتدي إن أنا أنزل كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وكمان معلقتين كبار من الكاكاو. يبقى أنا ضفت كوباية ونص من الدقيق، معلقتين كبار من الكاكاو، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. هبتدي إن أنا كده أنخلهم بقى كويس قوي وأقلبهم. بضيف كمان ذرة كده بسيطة من الملح. وبعدين هابتدي إن أنا أنزّل المكونات الجافة على المكونات السائلة. الكاكاو طبعًا برضه لازم يتنخل علشان بيكون فيه كده شوية تكتلات، فإحنا لازم ننخله. وطبعًا الكيكة يعني بتنجح لو إحنا نخلنا المكونات بتاعتها، وممكن كمان ننخلها مرتين و3 عادي خالص. هاقلبهم كده مع بعض، وبعدين هانزّلهم على المكونات السائلة بقى اللي إحنا جهزناها مع بعض. دي ذرة الملح. هاقول لكم كمان خليط الكيكة هيكون عامل إزاي، مش تقيل أوي ولا خفيف أوي، يعني وسط كده. أنزّل بقى شوية كده بشوية، يعني أنزّلهم مثلًا على مرتين أو 3، وابتدي إن أنا أضرب بقى المكونات دي. طبعًا هنا الفيديو متسرّع، فأنا يعني باقلّب في الكيكة بالراحة، مش بابتدي إن أنا أقلّب بسرعة أو بالسرعة اللي موجودة في الفيديو دي. فبابتدي إن أنا أقلّب كده بالراحة. نزّلت بقى كده كل المكونات ال الجافة يعني. وبعدين هابتدي بقى إن أنا أجهّز صينية. أهم حاجة أكون ماسحاها بزيت، وحاطة كده عليها شوية كده من الكاكاو، علشان دي كيكة شوكولاتة. يعني أحط عليها شوية كده من الكاكاو في القاع بتاع الصينية. وبعدين هانزّل عليها خليط الكيكة. أنا لقيت بقى هنا إن خليط الكيكة ده هيبقى كتير على الصينية، فكان عندي كده طواجن اللي هي الصغيرة. فابتديت إن أنا أفضيهم، فضيتهم كده في طاجنين. وكمان هابتدي إن أنا أدخلهم الفرن يعني وأسويهم هما كمان. بصوا هنا قوام الكيكة عامل ازاي، وسط كده، ولا لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. هنا بقى الصينية زي ما قلت لحضراتكم همسحها كده بمسحة من الزيت، وكمان هعفرها كده بشوية من الكاكاو. علشان يعني يعني تطلع كده بسهولة ما تبقاش ماسكة من تحت. طبعا لو وصلتوا بقى للحظة دي قولوا لي رأيكم في الروتين. يعني مش عارفة الفيديو وهو بالطول ده يعني هيعجبكم ولا ايه، او النوعية دي اصلا من الفيديوهات هتعجبكم. فطبعا لو عجبكم عرفوني، ولو مش عجبكم قولوا لي برضو علشان ما اعملش حاجة زي دي يعني، فيديو طويل قوي زي ده. فطبعا رأيكم انتوا بيهمني اكتر. هنزل بقى خليط الكيكة، وطبعا بكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 170. خدت معايا حوالي 35 دقيقة وكانت استوت. وبرضو الطواجن بنشوفها الأول علشان الطواجن استوت قبل الصينية. بصوا هنا الكيكة مستوية وما فيهاش أي عجين من جوه خالص. هسيبها بقى تبرد كده. وبعدين هجهز خليط الكريم شانتيه. يعني أنا هعمل بقى معاكم كمان كريمة كده هنحطها على الكيكة. هاحط معلقة ونص كبيرة من الكاكاو، عليهم ربع كوباية مية، وابتدي ان انا اقلبهم كده ادوبهم يعني مع بعض كويس قوي. وبعدين هجهز بقى الكريمة. ده القوام اللي انا عايزاه. انا هنا مش ضفت سكر علشان هنا يعني الخليط ده هضيفه على خليط الكريم شانتيه. هضيف بقى هنا في بولة كده هبتدي ان انا اضيف كوباية من الكريم شانتيه، وعليها كوباية من المية، والمية تكون متلجة طبعا. ضفت بقى السكر على حسب الرغبة. انا هنا ضفت سكر حبيبات، وكان يعني ما بوظش الكريمة ولا اي حاجة، وسكرها كمان. فضيفوا على حسب اللي انتوا حابينه. ضفت هنا انا ضفت حوالي 4 معالق كبار من السكر. طبعا لو احنا مش هنضيف كاكاو ممكن نضيف معلقتين 2،
بس طبعا الكاكاو يعني خلاني احتجت ان انا اضيف سكر ازيد. هاضيف بقى خليط الكاكاو اللي انا جهزته كده، وابتدي ان انا اضربه لحد ما الخليط ده يتقل معايا. طبعًا الكريمة كل ما بتكون نوعها كويس، كل ما بتدّيني أو بتتضاعف بتدّيني كمية طبعًا أكبر، إنما لو الكريمة نوعها مش كويس، مهما تضربي فيها مش هتزيد ومش هتعمل فوم كده زي ما حضراتكم شايفين. بُصّوا الكريمة أصلًا تقيلة ونوعها حلو جدًا، جدًا. خلاص كده الكريمة دي جاهزة معايا، هابتدي بقى إن أنا أحطها كده في كيس حلواني، وابتدي إن أنا أنزّلها على إيه، الكيكة بقى. ممكن كمان أنتِ تفضّيها بالمعلقة كده، مش محتاجة أي كيس ولا أي حاجة. بُصّوا هاورّيكم كمان القوام بتاع الكريمة عامل إزاي. بُصّوا تقيل تحفة، يعني دي كريمة هايلة جدًا ونوعها حلو أوي. هانزّلها بقى على الكيكة كده. أهم حاجة بقى ما تستخسروش، يعني ضيفوا كمية كده كبيرة من الكريمة، كل ما بتضيفوا يعني بتدّي طعم حلو أوي، أو على حسب رغبتكم طبعًا، أنا باحب يكون فيها كريمة كتير بصراحة. هانزّلها بقى وبعدين بspatula كده هابتدي إن أنا أفردها كويس أوي على الصينية كده، وبعدين أساويها بقى كويس أوي، يعني أهم حاجة إن أنا أساوي كل كمية الكريمة دي كويس جدًا في الصينية. بعد ما باساويها بابتدي إن أنا أدخّلها التلاجة لمدة ساعة، أو الفريزر يعني حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة، على بس ما الكريمة كده تتماسك معايا. وطبعًا بعد ما باخلّص يعني الكريمة دي أو طبقة الكريمة، هابتدي إن أنا إيه، يعني أجهّز صوص الشوكولاتة كده اللي أنا هاحطه على الوش، صوص اقتصادي ما فيهوش أي افتكاسات خالص، وكمان ما فيهوش أي شوكولاتة خالص. معايا كده في حلة أو أي حاجة متوفرة يعني، هابتدي إن أنا أنزّل فيها نُص كوباية من السكر، عليهم نُص كوباية من الكاكاو، ونُص كوباية من الحليب، ونُص كوباية من الزيت، كل حاجة نُص، نُص كوباية سكر وكاكاو وحليب وزيت. أقلّبهم بقى مع بعض كويس جدًا، وبعدين أرفعهم على النار، أفضل أقلّب فيهم لحد ما تبتدي إن هو يعني تغلي. أول ما بتبتدي تغلي إن هي غلوة، أول ما بتطلّع كده فقاقيع كده، هابتدي إن أنا أطفي عليها، وبتكون كده جاهزة معايا، أو جاهز معايا صوص شوكولاتة اقتصادي، ما فيهوش أي شوكولاتة، يعني صوص شوكولاتة من غير شوكولاتة. هاقلبهم كده مع بعض، وبعدين باسيبهم بس يدفوا، وبعدين باكون يعني باطلّع الصينية بقى واحطهم كده على وش الكريمة يعني، وبعدين أدخّلها بقى التلاجة علشان خليط الشوكولاتة ده كده يتماسك ويبرد كمان معايا. بُصّوا هنا الخليط كده جِهِز معايا زي ما حضراتكم شايفين. هاسيبه بقى إن هو يدفى، يعني مش هاسيبه إن هو يبرد خالص، هيبقى دافي كده، وبعدين هانزّله على خليط الكيكة. هنا الكيكة بعد ما طلعتها من الفريزر، هنزل بقى عليها خليط الشوكولاتة كده، وهسيبها بقى في التلاجة أو لحد وقت ما انتي تبتدي تاكلوها، يعني بعد الغدا مثلا. بصوا هي بتنزل بخار، بتطلع كده بخار علشان هي لسه دافية، يعني ما بردتش قوي. هفردها بقى كويس قوي، وبعدين اسيبها في التلاجة كده شوية او على الرخامة، يعني على حسب ما انت حابة يعني. او لو انت مثلا هتاكلوها على طول. بعد كده هابتدي إن أنا أقطّعها بقى معاكم، أوريكم شكلها عامل إزاي، وطبقة الكريمة كمان جواها كده عاملة إزاي، طبقة محترمة كده. وكمان الكيكة كان طعمها حلو جدًا. والطواجن دي عملتها بنفس الطريقة برضه، بس حطيت كده من على الوش شوية كده من الكريمة، وعملتها بعود خلّة كده، عملتها بالشكل اللي أنتم شايفينه. هاقطّع بقى الكيكة معاكم، قطّعوها بقى بالشكل اللي أنتم حابينه، بالمقاس اللي أنتم عايزينه، يعني دي حاجة بقى ترجع لكم. وهوريكم بقى الكيكة ارتفاعها اصلا عامل ازاي، وطعمها كان تحفة. جربوها تعجبكم، ما خدتش مننا وقت خالص، ومقدرها اصلا بسيطة جدا. ممكن تكتفوا ان انتوا تاكلوها بالكيكة بس كده، يعني من غير كريمة. وممكن تحطوا بس عليها صوص شوكولاتة كده من فوق زي ما وريته لحضراتكم، تستغنوا برضو عن الكريمة لو مش متوفرة عندكم. اهم حاجه ان احنا نستخدم يعني كاكاو يكون نوع حلو، ما يبقاش الكاكاو الممرر قوي، او في انواع كاكاو كده بتحس ان فيها رمله. يعني نستخدم نوع كاكاو حلو عشان نستمتع بطعم الكيكه. بصوا دي شكل الكيكه،
بصوا على طبقات كده، وطعمها كان حلو قوي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. طبعا لو جربتها بقى ما تنسوش اللايك وتقولوا رأيكم وشير لأصحابكم علشان القناة تكبر طبعا بيكم. واشوفكم بقى في فيديو جديد، ومع السلامة.